السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيد حمزة الميالي. طيب من هو حضرتك؟ تفضل. انا رامي عيسى يا سيد حمزة السني اللي اتصلت عليك من قبل، ومن باب الانصاف انت لو حضرتك عندك سؤال حول معتقد اهل السنة والجماعة تفضل سل عما تريد يا شيخ. انت مو موثوق لتسأل حتى تجيب، انت اجوبتك كلها مو حقيقية، وانت شخص غير نزيه بالمناظرة، وانت ليس لك علم لا بالفقه ولا بالاصول. انا عذرك يا سيد حمزة، لان الاتصال الاول بينه وبينك عدى حوالي 30,000 مشاهد، حتى الشيعة علقوا ان حضرتك ما كنت عارف تجيب على اسئلتي خالص، وكان باين، وهضع الرابط الان للاخوة يروا الاتصال الاول، فما في بأس ان شاء الله. سل عما تريد. اسمع احترمتك كثير، انت مثل احترام، انت من الجهل الذين فرقوا الامه. شكرا لك يا سيد حمزة، شكرا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انا مش عايز اسألك لاني سألتك من قبل وعجزت عن الاجابة وما عرفتش تجاوب على اي سؤال سألتك اياه، فانا بقول لك من باب الانصاف انت لو عندك شيء حول معتقد اهل السنة والجماعة سال يا شيخ. الانصاف، انت وين تعرف الانصاف؟ انت رجل متطفل تتصيد بالماء العكر، واصحاب العقول يعرفون اسلوبك الخبيث، وهذا الذي تفعله لا ينفعك بشيء. طيب شكرا لك يا سيد حمزة. بما ان حضرتك لا يوجد عندك سؤال، انا عندي سؤال يا شيخ. هل المدرسة التفكيكية التي يتبعها السيستاني التي اسسها الاصفهاني هل هي احق ام المدرسة العرفانية التي يتبعها خامنئي؟ انا اتحداك ان كنت تعرف ما هي المدرسة التفكيكية اصلا يا شيخ. انت جاهل بعلوم السنة. طيب يا شيخ قول لي ما هي المدرسة التفكيكية بقى يا شيخ، قول لي ما هي المدرسة التفكيكية. انت الان وانا بسألك سؤال في معتقدك، لدام انت رفضت ان تسأل حول اهل السنة والجماعة، ما هي المدرسة التفكيكية؟ وحافظ 20 كتاب يمك. اسمع والله حافظ 20 كتاب يمي ايه، والله ما فتح شيء امامي، ورقة وقلم، ورقة بيضاء وقلم عشان اكتب وراك، والله ورب الكعبة ما فتح شيء امامي. انا بسألك الان عرف لي المدرسة التفكيكية وكيف اسسها الاصفهاني وهو كان من اتباع المدرسة العرفانية يا شيخ. اتفضل. انت شو فهمك بالاصفهاني؟ انت شو فهمك بعلوم اهل البيت؟ انت لو كنت تعرف تفهم من علوم اهل البيت لكنت هديت الى مذهبهم يا شيخ. مش انت لسه دلوقتي بتقول انت ايه اللي عرفك؟ الاصفهاني كفروه بسبب المدرسة التفكيكية. شفت حضرتك ما تعرف شيء يا شيخ، انت سيد ما تعرفوا دينكم. عرف لي المدرسة التفكيكية يا شيخ. معك انت جاهل، واذا اردت ان يعني تهين العالم فحاجه جاهل، انت جاهل في هذا كل العلوم. طيب يا شيخ انا جاهل، الجميع هيستمع لهذه المكالمة. عرف لي المدرسة التفكيكية يا شيخ، يلا عرف لي المدرسة التفكيكية يا شيخ. الخط مفتوح والله ومش عايز تتكلم، اقسم بالله الخط مفتوح. عرف لي المدرسة التفكيكية. بتبحث في جوجل؟ طب اسسها الاصفهاني متى؟ وليه اسسها وترك المدرسة العرفانية يا شيخ؟ اسمع رامي عيسى، انت لو كنت نزيه تعال انت كامل 3 يومية داخلك بصفحة شكل وحاط لك صورة للسيد الفلتاني والسيد الخامنئي، وهذا اسلوب رخيص، هذا اسلوب دنيء. ما انا لو دخلت باسمي وصورتي الشخصية ما حدش هيرد عليها يا سيد حمزة الميال. انت دلوقتي كنت بتبحث وانا سامع اصابعك على زر الكمبيوتر. انا بسألك دلوقتي عرف لي المدرسة التفكيكية يا سيد حمزة، يلا عرف لي المدرسة التفكيكية. بابا ايش فهمك المدرسة التفكيكية؟ ما معنى اجاوبك بهذا جواب، ولا معنى اصلا بهذه المعلومة. مدرسة تفكيكية ومدرسة، انت شو فهمك بهذه القضايا؟ والله افهمها، والله يمكن افهمها اكثر منك يا سيد حمزة، وافهم المدارس الشيعية اكثر منك، افهم في المدرسة العرفانية والمدرسة الشيرازية والمدرسة العرفانية اللي سايرة الان على مدرسة ولاية الفقيه، وافهم في المدرسة الرية، وافهم في المدرسة المهدوية، وافهم في المدرسة الاحسائية. ولو تريد ان اؤتيك الادلة على ان المدرسة الشيرازية كفرت المدرسة العرفانية، والادلة على ان المدرسة الاخبارية كفرت المدرسة الاصولية، والادلة ان المدرسة التفكيكية طعنت في الصرخي واليعقوبي وغيره، اعطيك يا شيخ. سيد انا ادعوك لمذهب اهل الجماعة، ادعوك لمذهب اهل السنة والجماعة وانجو في مناهجهم، لكن هذا مدى تدفع منها. اسمع انت هاي الصفصفة سيد حمزة، انا ادعوك لمذهب اهل السنة والجماعة. تشمر بها البعض. انت لو كنت تملك ذرة من العلوم لعلمت بان من عادى
أنا أدعوك لمذهب أهل السنة والجماعة يا شيخ، ما رأيك؟ أغلق هرب، الله المستعان. شفتم يا إخوة، شفتم يا إخوة بارك الله فيكم، شفتم هؤلاء وصل الأمر بهم إلى ما، شفتم سفات هؤلاء، لا يعلمون دينهم، لا يعلمون معتقداتهم. هذه حقيقة دين الشيعة، لا يعرف تكفير بعضهم لبعض. أنا قلت له من باب الإنصاف اسأل أنت، عجز عن السؤال. قلت له طب اسأل أنا، سألت قال لي أنت جاهل وأنت إلا عرفت. طب عرف لي ما هي المدرسة التفكيكية. اللهم اهد عوام الشيعة من أيدي هؤلاء وخذ بأيديهم إلى نور مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة. وستروا الاتصال الأول إن شاء الله في أول تعليق على المقطع. بارك الله فيكم.